المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يبعث برقية التهنئة إلى أمير الكويت الجديد. إجراء أنشطة بحثية واستكشافية عن التراث الثقافي في إقليم شمال البحر الأحمر. افتتاح معرض للحرف اليدوية في أسمر بمناسبة رأس السنة الميلادية. هنية يزور مصر وقصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة. رئيس الوزراء الروسي يشيد من بكين بالعلاقات بين بلاده والصين. ورئيس وزراء نيوزيلندا يزور استراليا لإجراء محادثات أمنية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي رسالة التهنئة إلى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقدم فخامته في برقيته التي بعثها أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة الإريترية والشعب الإريتري تهاني قلبية حارة بمناسبة تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت، وتمنى له السداد والتوفيق في المهام الجسيمة التي أوكلت إليه، وكذلك للشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من الرخاء والازدهار. وفي الختام أشار فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي ودولتي إريتريا والكويت، وأعرب عن إيمانه الراسخ للارتقاء بها وتعزيزها للمزيد من التعاون لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين. توفي أمير الكويت الأسبق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 16 ديسمبر عن عمر يناهز 86 عاما. كما بعث الرئيس إسياس أفورقي برقية التعزية بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. أجرى قسم الثقافة والريادة في شمال البحر الأحمر أنشطة تركزت على استكشافات وتحديد التراث الثقافي في جزر وسواحل مديرية الدهلك. وتم تنفيذ العمل بالتعاون مع لجنة الثقافة والرياضة وإدارة الإحصاء والمعلومات الجغرافية الإقليمية وإدارة المديرية ووكالة الخدمات الساحلية والبحرية الإريترية، مما يهدف ذلك إلى الحفاظ على الموارد الثقافية والطبيعية للمنطقة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى إجراء البحوث والتوثيق. وقال رئيس فرع الثقافة السيد يوهانس جبريسوس لوكالة الأنباء الإريترية إن فعالية هذا العام التي أقيمت في جزر نورا وإسراتو ودحل ونور عداس وأشقا وإنتفدل هي استمرار لنفس الفعالية التي أقيمت في المواقع الأثرية والتاريخية عام 2019، مشيرا إلى أنه تم التعرف على عدد من المواقع الأثرية والتاريخية وآثار تعود إلى ما قبل وبعد التاريخ. وأوضح السيد يوهانس أن وعي المجتمع بالآثار القديمة بشكل عام والتراث الثقافي الدقيق بشكل خاص مرتفع جدا، ويتم بذل جهود متضافرة للحفاظ على التراث الثقافي وضمان عدم تدمير التراث الثقافي الغني ونقله بشكل صحيح إلى الأجيال القادمة. وقال علماء الآثار المشاركون في البرنامج إن جزر الدهلك وسواحلها غنية بالموارد الطبيعية والثقافية، وقد تم اكتشاف العديد من المواقع مثل المستوطنات والمساجد وأحواض المياه وشظايا الفخاريات والعملات النحاسية. وقال الخبراء إنه تم القيام بعمل مماثل بشأن التراث الثقافي الدقيق، مضيفين أنه تم تسجيل وتوثيق 8 أنواع من الرقصات و3 آلات موسيقية تقليدية و10 أغاني و3 لغات، مضيفين أنه تم تسجيل وتوثيق إجمالي 24 مشروع تراث ثقافي ومعلومات تفصيلية عن 3 أنواع من الرقصات. وتقع منطقة دهلك التي تضم حوالي 210 مجموعة جزر على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال شرق مدينة مصوع. افتتحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخاتسوا ميكائيل معرض المنتجات الذي نظمته جمعية تنسائيل للحرفيات في الإقليم الأوسط أمام مبنى وزارة التعليم، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد 2024.
ويتضمن المعرض الذي سيكون مفتوحا أمام الجمهور حتى 31 ديسمبر أعمالا من الفخاريات والنسيج والتطريز والخزف والخيوط والخشب والرسم. وأوضحت السيدة ويني تسفاي منسقة البرنامج بأنهن قد قمن هذا العام بأداء عروضهن بمناسبة 8 مارس والمهرجان الوطني. ومن جانبهم حث الزوار الجمعية والجهات ذات العلاقة على الاهتمام بفوائد مثل هذه المعارض دون انتظار المناسبات. تأسست جمعية تنسائل الحرفيات بالإقليم الأوسط عام 2012 وتزاول أنشطتها تحت رعاية الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. عقدت وزارة الأراضي والمياه والبيئة ندوة حول مكافحة جميع أشكال التلوث وتدمير الموارد الطبيعية في مدينة مندفرة خلال 18 و19 ديسمبر. ناقشت المناسبة الوضع البيئي في إريتريا بشكل عام والإقليم الجنوبي بشكل خاص، وإعلان المبادئ التوجيهية للوقاية من البيئة وإدارتها ومعالجتها وتقييم الأثر البيئي مع مشاريع التنمية، والمبادئ التوجيهية لإدارة النفايات، والمبادئ التوجيهية أيضا لإنشاء المحميات وإدارتها، بالإضافة إلى إعلان الأراضي والإشعار القانوني للجنوب، قانون ولوائح إعلان المياه، والوضع الحالي لإدارة المياه في الإقليم، وأهمية التسجيل المساحي والمبادئ التوجيهية. على الرغم من عدم وجود تلوث مفرط في البلاد، إلا أنه آخذ في الازدياد من واجب كل مواطن والمسؤولية على كل مواطن المساهمة في حماية البيئة من التلوث والدمار. وأصبح من الواضح أيضا أنه يجب مكافحة الاستخدام غير المبالي للموارد الطبيعية من قبل الأفراد والجماعات من خلال الوعي والقانون، لأنه سيؤثر على الجميع في المستقبل، وأن الاستخدام الفعال للأراضي هو الخيار الثاني. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون أنشطة إدارة الإقليم في مجالات البيئة والأراضي والمياه والمساحة، وقال إن ورشة العمل ستساعد في خلق تفاهم مشترك. ودعا المشاركون إلى دمج حماية البيئة في نظام التعليم وطرق الحد من استيراد البلاستيك إلى البلاد، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات، وأن عواقب التلوث الضوضائي ليست سهلة، لذا يجب الحد من مكبرات الصوت التي تستخدمها المؤسسات ودور العبادة، ويجب بذل المزيد من العمل للحفاظ على الأراضي الخصبة التي يتم إهدارها كل خريف. وينبغي ضمان حق مزارعي الأشجار الأفراد في الاستفادة، وضمان أن الأراضي المخصصة للزراعة لا تؤثر على مواقع التراث القديم. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي جبر سلاسي إن الهدف من ورشة العمل هو مناقشة كيفية استخدام موارد الطبيعة على نحو مستدام، وتحديد نقاط الضعف في إدارتها والحفاظ على نقاط القوة، ودعا أولئك الذين يشغلون مناصب المسؤولية إلى المساهمة في مسؤولياتهم. تحقق الجهود المبذولة للقضاء على الأمية في مديرية سجنيتي نتائج مشجعة وفقا لتقييم أجري خلال 15 ديسمبر. وفي حديثه خلال التقييم الذي حضره رؤساء الوزارات والإداريون المحليون ومديرو المدارس، قال رئيس الخدمات التعليمية بالمديرية السيد تسفى ألم أبراهام قال أن المسح الذي أجري في أبريل 2022 أظهر أن معدل محو الأمية في حيبة وحدش عدي وحدكتي وعدبني ونعلتو ومدينة سجنيتي جلوس 76 مواطنا في برنامج تعليم الكبار. وأضاف أنه في المديرية تم القضاء على الأمية بشكل كامل في 27 قرية، مضيفا قضاء 12 قرية على الأمية جزئيا. وقال رئيس برنامج تعليم الكبار المعلم أبراهام جبر مريم إن 50 مواطنا من أصل 76 مواطنا كانوا يدرسون في المحطات 6 نجحوا في الوصول إلى الصف الثاني، بينما قاطع 20 مواطنا التعليم. وأشار إلى أنه سيتم بذل جهود جادة في المستقبل لمواصلة التعليم في الصف الثاني وتعليم من لم يمحون الأمية، مضيفا أنه ينبغي زيادة تعاون مديري المدارس والشركاء الآخرين. تم تقديم التدريب على تقنيات إثراء المحاصيل وضمان الأمن الغذائي ل 25 مزارعا في مديرية سرجعة بالإقليم الأوسط. وفي إشارة إلى التدريب الذي استمر لأكثر من 3 أشهر، قال مسؤول الزراعة بالمديرية السيد أبراهام برهاني إن فوائد زراعة القمح تشمل زراعة الخطوط وتجهيز واستخدام الأسمدة الطبيعية والمبيدات الحشرية، فضلا عن صنع خلايا النحل.
وقال السيد عوباي سمري المتخصص في تنمية المحاصيل إن التدريب كان مفيدا في إظهار الفرق بين زراعة الخط وزراعة الطبيعة عمليا وتبادل الخبرات. ومن جانبهم قال المتدربون إنهم أدركوا مزايا وفوائد زراعة الخطوط في القضاء على الهدر وزيادة الدخل. وحث رئيس إدارة الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد أسرات حيل المتدربين على التشاور وتبادل الخبرات في تنفيذ التدريب. نظم مركز شرطة مديرية شامبيقو برامج توعوية لمكافحة الجرائم وحوادث المرور من خلال رفع مستوى الوعي بالقانون في المديرية. وقال قائد مركز شرطة المديرية العريف بص أملاخ عند برهان إن الشرطة تعمل باستمرار على رفع مستوى الوعي العالمي على مستوى الوعي العام إلى جانب أنشطتها اليومية، لأن الجهل بالقانون لا يعفي عن المسؤولية. وحث الطلاب والشباب على تنفيذ النصائح المقدمة لهم وزيادة معرفتهم بقوانين المرور للوقاية من الجرائم والمخالفات والحوادث المرورية. وأضاف أنه رغم الوعي المتزايد لدى المجتمع إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة بسبب عدم الوعي الكافي والإجراءات الاحترازية الجادة، مضيفا أنه تم تسجيل أكثر من 100 جريمة في عام 2023 وأودت الحوادث بحياة 16 شخصا. وقال مسؤول مكافحة الجريمة كيروس مسكنا أنه يتعين على الشرطة منع الجرائم والحوادث، وحث الطلاب على زيادة تعاونهم مع الشرطة. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم على أخبار على الصعيد العالمي. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى مصر لبحث وقف إطلاق نار في غزة بعد ما أبدت إسرائيل استعدادها للموافقة على هدنة جديدة لقاء إطلاق سراح رهائن. ويرافق هنية وفد قيادي من الحركة حيث يعقد عددا من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل للبحث في وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة. ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في غزة مع أن الضغوط الدولية تلح على حماية المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية تركز القصف الإسرائيلي على جباليا وخان يونس شمال وسط القطاع، وحصد القصف الإسرائيلي أيضا المستمر والعنيف أرواح العشرات من المدنيين الفلسطينيين. وعلى الصعيد الدولي، أرجع مجلس الأمن الدولي مرة أخرى لمدة 24 ساعة التصويت على مشروع قرار يدعو لتعليق العمليات القتالية في القطاع، حيث لا تزال مسألة تعليق القتال وليس وقف إطلاق النار الذي ترفضه إسرائيل، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعزز سيطرة حماس على القطاع. أشاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بنوعية العلاقات بين بلاده والصين خلال زيارة العاصمة الصينية، معتبرا أنها باتت وثيقة أكثر من أي وقت مضى، وذلك وفق ما أعلنت موسكو وبكين. وعززت الصين وروسيا تعاونهما الاقتصادي والدبلوماسي في الأعوام الأخيرة. وقال ميشوستين مخاطبا نظيره الصيني لي شيانغ بحسب قناة CCTV الصينية الرسمية والكرملين إن العلاقات بين روسيا والصين جيدة أكثر من أي وقت مضى. بدوره أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن روسيا والصين تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد. وتأتي زيارة ميشوستين للصين بعد شهرين من لقاء جمع بوتين ونظيره الصيني في بكين، وبعد شهر من زيارة لموسكو قام بها مسؤول عسكري الصيني رفيع. التقى رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد كريستوفر لوكسون مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز في سيدني، حيث قال إنه سينظر في فوائد الانضمام إلى جزء من اتفاقية الدفاع أكواس. وقال لوكسون الذي أدى اليمين كرئيس للوزراء الشهر الماضي إن مشروع تطوير وشراء الأسلحة بين الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا سيساعد في ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادي. وقال البانيزي إن لديه علاقة عمل طويلة مع لوكسون، وأن استراليا ستواصل تعميق علاقاتها التجارية والاقتصادية مع نيوزيلندا والعمل معا للاستجابة للتحديات المشتركة بما في ذلك تغير المناخ.
ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا الأكارم إليكم أبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس أفورقي يبعث برقية التهنئة إلى أمير الكويت الجديد. إجراء أنشطة بحثية واستكشافية عن التراث الثقافي في إقليم شمال البحر الأحمر. افتتاح معرض الحرف اليدوية في أسمرة بمناسبة رأس السنة الميلادية. هنية يزور مصر وقصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة. رئيس الوزراء الروسي يشيد من بكين بالعلاقات بين بلاده والصين. ورئيس وزراء نيوزيلندا يزور استراليا لإجراء محادثات أمنية. مشاهدينا هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق